اوعى تعمل الحاجات ديت لو انت ناوي تصوم ال10 ايام من ذي الحجه. اول حاجه بلاش اول ما المغرب يأذن نشرب عصاير كتير او نشرب سوائل كتير. كفايه ممكن اشرب كوبايه ميه او عصير فراوله او عصير ليمون بالنعناع، وممكن اخد كمان 3 بلحات واستنى شويه اصلي المغرب وبعد كده ابدا الاكل بتاعي على طول. تاني حاجة بلاش تكتر نشويات كتير في الفطار وفي السحور، وأحسن طريقة هي تدوير النشويات. آخد يوم في الفطار نشويات وما أخدش في السحور، اليوم التاني أعكس آخد في السحور وما أخدش في الفطار، واليوم اللي بعده ألغي النشويات خالص فطار وسحور. تالت حاجة اوعى ما تشربش مية كتير في الفترة ما بين الفطار والسحور. لازم الفترة اللي هي ما بين الفطار من بعد الفطار لغاية السحور نشرب مية كتير، على قد ما أقدر أعمل فيها حوالي 2 ل 3 لتر على مدار الفترة دي كلها، لازم أخلصهم عشان الجو حر وفترة الصيام طويلة جدا، عشان ما يحصلناش أي مضاعفات أو أي هبوط أو أي جفاف في فترة الصيام. آخر حاجة بلاش نتسحر بدري، اوعى تتسحر بدري، أخر السحور